السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه اير الاو. التطبيق ده مساحته 41 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بخط او شريحة الاي سيم. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت بعد ما تحمل التطبيق تختار الرقم او الشريحة اللي انت عايزها من خلال التطبيق. بتقدر ان انت تحصل عليها، بتقدر تحصل عليها مقابل مبلغ من المال. طبعا الشريحة اللي انت بتاخدها على اساس ان انت بيكون عليها باقة. اقل باقة عندهم اللي هي بتشغل بيها بيانات بس او انترنت بس، اللي هي باقة الواحد جيجا. تقريبا تمنها 4 دولار و50 سنت. بتقدر انت تاخد الشريحة وتقدر تختار بقى عليها الباقة اللي انت عايزها، باقة مكالمات محلية او دولية وباقة انترنت على حسب الباقة اللي انت عايزها وعلى حسب المدة اللي انت عايزها. باقة جيجا، باقة 5 جيجا، باقة 10 جيجا، باقة 20 جيجا على حسب. والمدة برضو اللي انت عايزها بداية من اسبوع او 15 يوم او شهر، ده يعتبر اقصى مدة تقدر تحصل عليها. وبتقدر تنفعك جدا في من خلال السفر لو انت بتتنقل من بلد لبلد. بدون حاجه بقى ان انت كل ما تروح بلد تغير الشريحه او تشتري شريحه جديده او تشغل خدمه التجوال اللي بتكون مكلفه. لا، دي بتكون باقه معاك وشغاله معاك في كل الاماكن اللي انت بتروحها. كل اللي عليك ان انت بتختار الباقه اللي انت عايزها، ولو الباقه خلصت قبل ميعادها بتقدر انت تشتري باقه جديده، او لو خلصت في ميعادها بتقدر تجددها تاني ببساطه وبسهوله جدا. وتقدر تدفع من خلال الفيزا كارد او الماستر كارد او جوجل باي او باي بيل او اي وسيله من وسائل الدفع الالكترونيه. ده كده الغرض من التطبيق، وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافة لان التطبيق بيكون في بعض الناس بتشتكي ان الباقات آه اسعارها غالية بالنسبة لشركات تانية او لخطوط اي سيم تانية. بس كده، ده يعتبر الشرح المبسط والمفصل للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه وعيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق واكتشف حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. الكلام ده بنقوله عشان في بعض الناس بتخش تشاهد الفيديوهات اللي موجوده على القناه بقالها فتره طويله، بقالها 10 شهور، بقالها سنه، بقالها اكتر من سنه، وبعد كده بتلاقي حاجات مختلفه. التطبيق مثلا يكون بقى افضل او بقى اسوء، يقول لك ليه انتوا مش قايلين كل حاجه عن التطبيق ده؟ ببساطه لان وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. عشان كده دايما بنأكد على ان لو حد لقى حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات. واحنا دايما على القناه اصلا بننزل، ممكن ننزل الفيديو او ننزل شرح للتطبيق اكتر من فيديو لنفس التطبيق كذا مره خلال مثلا السنه. يعني ممكن 3 4 مرات في السنه لكل تطبيق، علشان على حسب التحديثات اللي بتنزل للتطبيق كل شويه، وتخلي التطبيق لسه ثابت زي ما هو، او تخلي تغير من معالم التطبيق، او تخلي او التطبيق يبقى يقف التحديثات بتاعته، او ما يبقاش فيه حد شغال عليه. فكل الكلام ده بنقوله وبننوه الناس عليه. بس كده، شكرا، سلام عليكم.